شكرا أحمد فؤاد. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس. هذا هو مركب محمد الخامس الدار البيضاء. لحظات مباراة الرجاء الرياضي فايبرز من أوغندا. الأخضر يقص شريط منافسات الشامبيونز على مستوى المجموعة الثالثة التي تضم نادي حورية كوناكري والسيمبا التنزاني. هنا في حضرة العالمي الرجاء الرياضي، هنا في استاد محمد الخامس في أجواء يعني باردة جدا حتى على مستوى المدرجات. الصورة أمامكم دقيقة الأولى، الومضة الأولى، الفرصة الأولى في إفريقيا في الشامبيونز. أنس زنيتي حارس سبب الإصابة مشاهدينا الكرام. في أسماء أخرى بالمناسبة تم التعاقد بمثابة إنجاز كبير بالنسبة لفايبرز. محمود بن تايك العرضية بن تايك، ولكن في ضغط هجومي لتسجيل هدف مبكر وممكن الجول. نعم الجول الأول، المباغتة الأولى والومضة الأولى مشاهدينا الكرام. حمزة خاب يفاجئ الدفاعات ويباغت حارس المرمى مودو كريتسا. نعم 1-0 هدف مبكر. انك تدخل المباراة بهدف مبكر. دقة الراجة تيكي تاكا واللمسة الوحدة. الراجة في استغلال الأمامية لفائدة فريق فايت وليبيا اللاعب مالانغو، بل هناك في أمريكا الجنوبية عندما استطاع نجمه في السماء الكرة الأمامية والمتابعة الثاني والثاني جول. الثاني لم يتأخر هذه المرة جمال حركاس. هل نحن على موعد مع حصة كبيرة؟ هل نحن على موعد مع فيستيفال أهداف؟ 2-0 في ظرف ربع ساعة مشاهدي الكرام. هو السجدة للمولى تعالى. كرة في العمق هنا للاعب حمزة خابة والركنية بعد ذلك. نعم أول ركنية 10 دقائق الدفاع يتدخل. لا زالت رجاوية الكاف وكذلك الشامبيون في العمق. هو جول الثاني. هو حارس المرمى بعد ذلك. لا زالت صعبة. الثالث ممكن ولكن عالية التسديدة لم تكن مركزة. عندهم مشكلة على مستوى كرة القدم المغربية. 7 ألقاب مونديال بينما الكرة إمكانية الجول الثالث باستمرار بالألقاب على الصعيد الأندية وعلى الصعيد المنتخبات. كيد الدخول بهذه الكيفية والدفاع التسلل فيها وضعية تسلل، يعني الأجواء باردة في المدرجين. وجول كرة في العمق ولكن خروج هنا لأناس زنيتي بعد التغطية وأنه أزاح فريق مازيمبي. ولو أن تيبي مازيمبي الفريق اللي فقط بعد ذلك من طرف الاستلام حمزة يمر ركلة جزاء. فيها ركلة جزاء واحتجاج حمزة. بن تايك يرفع كرة. بن تايك كيتزا كاليوانغو رابطي. لا زالت رجاوية اللحاق بالكرة كان صعب من محمد المكعازي. طالت إلى ضربة مرمى إضافة إلى الظاهرة أولمبيك آسفي مع طارق مصطفى المدرب المصري. سعد للتنفيذ هنا تسدد وأناس في المكان المناسب. أناس زنيتي يتابع. تصور بأن اللقاءات القادمة ستكون الأصعب. خقاب الانسلال عرضية في القائمة الثاني. الربط ممتاز في الربط اللاعب أولو. اضغط. هذه ممكن جول الثالث قبل نهاية الجولة الأولى. محمد زريدة يمنح الكتيبة الرجوية ثالث الأداء بصورة رائعة جدا. تيكي تاكا ودقة بسرعة. الراجة يمشي الأمام. سير الراجة معدودة في الجولة الأولى. ممكن يجي مع الهدف. صار عنده أكاديمية يتدرب كذلك هناك، واحدة من الأكاديميات الآن ليعتز بها فريق الرجاء. وتسديدة من أولو لكن بعيدة. أولو يسدد هذه الكرة لكن بعيدة على الجهة اليسرى. هنا وضعية التسلل في اللقطة الماضية في الجهة اليمنى أم يلعب على الجهة اليسرى. هناك خطأ في هذه الأثناء. يعني العادة جرت. بيرس حذاري من العرضية. فيها عرضية صابت كرة أمامية بعد أن لعبت الركنية في خطأ. تدخل الماضي. هذه التدخلات اللي ممكن تتسبب من الأوقات مكانه إحدى المحبب. هنا الكرة الأمامية لفائدة فريق فايت أيمن لفائدة زكريا. الهبطي تخرج إلى تماس. هل يظهر الهبطي أكثر في عملية قطع الكرات وافتكاك الكرة في اتجاه كيتزا؟ لكن أناس تسلل حمزة خابة. محاولة التسديدة
التسديدة موديكيريتزا يتصدى خطأ ملعوبة بالسرعة. الرابع ممكن الرجاء الرياضي، بينما لدينا كرة والحكم يقول ماذا؟ الحكم يقول ماذا؟ الأفضلية يأتي اليسرى. محمد النهيري يحاول المرور، لكن هنا في انسلال، هنا في الرابع كان قريبا، الرابع كان قريبا في اللقطة. يأتي الدراسات للملعب، ملعب توفيق للقائمين للسلطات للجامعة الملكية من أجل مزيد. و25 هنا كرة، الرابع جول الرابع رجاوي، لمسة فنية جميلة جدا. يسري بوزوق يتوج هذا الأداء الهجومي الرائع. يسري بوزوق يلعب، يسري بوزوق العرضية يسري، ولكن مقطوعة بعد هذه. لكن قبل التبديلات الكرة في العمق، لأن كان ممكن نشوفوا حفيدي يعني، لكن عنده دقائق أخرى. أناس هنا الكرة البينية ممتازة لزكريا الهبطي مع الحافظ. وهنا الكلام عن حسن التنظيم للكأس العالمي. الهبطي سدد الكرة في بداية مشوار دوري المجموعة ممتازة. بن جديدة يسدد والركنية بانت رجاوية لأجمل 3 قائمة. أهولو يسجل 5 أهداف الرجاء الرياضي، يمينية قوية. أهولو هلالو في كرة نعم للرو، محاولة فيها تمريرة فيها دخول، بعد ذلك في العمق ممتازة الفكرة. والبن جديدة Love 15 all 30-15 fault. Forty 15 40-15